أمريكا تحتاجني، ألمانيا تحتاجني، بريطانيا تحتاجني. فاكر نفسك من اول سكشن في كليه علوم في حمل بلطو انت اللي هديته نص ده؟ انت احمد زويل. تعالى اوريك حاجه. يا رب يا رب استرها معاه يا رب، انا واحد مش فاكر اي حاجه. 2,000 years later. عارف ده بيعمل ايه دلوقتي؟ التوتر ده بيذاكر عشان فاينل؟ بالعكس، بيذاكر لك كويز 5 درجات. ليه 5؟ ليه؟ انت لسه شفت حاجه؟ طب بتعمل ايه؟ بذاكر. فاكر دي طريقه المذاكره الصح؟ تعالى اوريك الطريقه الصح. طريقه المذاكره الصح انت تفتح البي دي اف او الملخص بتاع علومانجي وتكتب كل الكلام اللي انت فاهمه عشان انت الامتحان تسترجع المعلومه كويس. مالك زعلان كده ليه؟ عشان الكلية ديت ملهاش مستقبل، مفيش شغل، وفي الآخر ممكن أطلع مدرس علوم. مين قال لك كده؟ تعالى اوريك الحل. كليه العلوم ام العلوم، فاتحه لك مجالات وتخصصات في كل حاجه: برمجه، تحاليل، ادويه، بترول، مصانع وشركات. بس لازم تبقى عارف هدفك ايه وتشتغل عليهم من وانت في الكليه عشان لما تتخرج تعرف تلاقي شغل. وانا افضل 4 سنين ما بين التدريبات والدراسه لوحدي؟ مين قال لك كده؟ عيلة علومانجي معاك وحواليك وبتساعدك وبتأهلك لسوق العمل. هتعرف فيها اصحاب واخوات يساعدوك في كل كبير وصغير. استني ايه؟ تتطور. زي ما شفت معانا الطريق في علوم مش هو الطريق المفروش لك بالورد والحياه تبقى بامبي بعد ما تخلص الثانويه، ولا هو الطريق المفروش لك بالشوك ان الكليه دي اخرها نفق مسلول. كل اللي عليك اللي انت ترتب اولوياتك وتحدد اهدافك وتشتغل عليها من اول سنه ليك. الرحله في علوم مش سهله، بس التعب والاتقان اللي بتتعلمه فيها تستاهل كل التعب ده. شكرا.